أصدقائي الأعزاء، أهلا بكم فيديو جديد النهاردة على القناة بعنوان القوقع الحفار أو الماليزيان سنيل أو الترومبيت سنيل أو قوقع البوق الماليزي. عايز سميه زي ما سميه مش مشكلة. المهم ان هو من اهم القواقع اللي مفروض تكون موجودة للأحواض المزروعة بالذات، وأي حوض سمك، بس الأحواض المزروعة بالذات، لان من ضمن المميزات بتاعه القوقع الحفار دوت او الماليزيان سنيل ان هو بيقلب الجرش. زي ما انتوا هتبقوا شايفين خلال الدقايق اللي جايه دي. طبعا هو بدأ يتشهر في الفتره الاخيره، هو معروف ومفيش اي مشكله، هو بس ملوش سوق تجاري قوي. زي ما انتوا شايفين هو بيبدأ يقلب في الجرش ويبدأ يدفن نفسه. هو انا مسميه ان هو بيخش ينتحر، يعني بيموت نفسه. هو مش بيموت ولا حاجه، انا بهرج. هو بيخش يدفن نفسه تحت الجرش وبيبدأ يغرز. زي ما انتوا شايفين هو الوانته حلوه جدا، يعني انا عندي منه التلاتة اللي انتوا شايفينه دوت منقطين كده، وفي منه حاجات تانية بتبقى انصاص الوان، يعني نص اسود او بني والنص اللي فوق فاتح، وفي حاجات بتبقى غامقه كلها. هتشوفوا حاجات خلال الدقايق اللي جايه اشكال مختلفه. المهم يعني هو بيبدأ يحفر في الجرش زي ما انتوا فاهمين. انا كده كده طبعا عامل زوم كبير جدا. البازلت ده بازلت سمسم صغير جدا. هو بيبدأ يحفر عشان يخش جوه التربة يدور على بقايا الأكل. وفي نفس الوقت هو ده بيعمل على تهوية التربة، فده بيساعدك كويس قوي على تهوية التربة وتهوية المسامات، عشان خاطر يساعد الزرع ما يفضلش مكتوم ويحصل له اي مشاكل. بيوفر عليك من الاخر، بدل ما انت تقلب بايدك او تعمل حاجة او تبقى مضطر ان انت تقلب التربة كل فترة. لا، هو اوريدي بيعمل ده. ايه تاني؟ وبياكل بقايا الاكل من على الجرش ومن على الارض. ممكن ينزل لحد الارضيه بتاعه الحوض تحت خالص، ما عندوش اي مشكله. بياكل طحالب بس مش قوي، يعني هو مش ماهر قوي في حته اكل الطحالب. هو بياكل على قد ما يقدر، بس هو يعني لو في عندك حته ازاز فيها طحالب هو مش استاذ قوي فيها، يعني هو ما يخشش عليها يقضيها للاخر. كده كده انا عندي الهيل ستريم لوتش او سمكه الفراشه، الله اكبر عليها ما شاء الله، قايمه بالواجب وزياده. وكان عندي زبرة سنيل، احسن حد في اكل الطحالب هو الزبرة سنيل بالنسبه لي يعني. هبقى احط لكم الصوره لو انتوا حابين تشوفوا شكلها يعني. بس وطبعا الترومبت سنيل او الماليزيان سنيل دوت السوق بتاعه مش موجود في مصر، يعني مش منتشر في مصر جامد. وفي نفس الوقت هو رخيص، يعني هو اقل سعر دي ممكن تتباع الواحده ب5 جنيه 10 جنيه على حسب اللي هيبيع لك السعر بتاعه يعني. فممكن نقول ان هو متوسط سعره 10 جنيه 5 جنيه في الحدود دي يعني. ممكن حد يدوم لك ببلاش. ده الشكل التاني طبعا زي ما قلت لكم، اللي هو بيبقى فيه انصاص. هو قريب قوي من الشكل بتاع الاساسن سنيل، بس مش هو الاساسن سنيل، بيبقى اللون الاصفر فيه فاقع قوي. وده طبعا برضك قوقع حفار بيحاول على قد ما يقدر ان هو ياكل من على الطحالب اللي على الازاز، بس ما بيقدرش يعني. هوريكم دلوقتي الخلفات بتاعته عامله ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين في خلال اسابيع بسيطه. بصوا في طبعا نموات هنا كتير اهي، في هنا وفي تحت الخيار ده اهو اللي بيقلبوا دول في كذا واحد اهو، واحد وفي واحد تاني هنا اهو شايفين. ودي واحدة اكبر شوية. كل دي خلفات حرفيا من 5 وحدات او اقل كمان، عشان وزعتهم على اللي هما المخروط دوت الماليزيان سنيل او الترومبت سنيل او القوقع الحفار، حسب ما تكون عايز تسميه بقى. بس سلموا على اصحابي اكلين الطحالب. شوية جمبريات حلوة كده. استنى نعملهم فوتو سيشن. بس الألجا دي طبعا زي ما قلت لكم الحفار ده مهم. بصوا شايفين بيحفر ازاي. هو بيخش طبعا بيتفس نفسه. بص اللي عند الجبل جاز دي بتتحرك هنا الصخور اهي. طبعا عامل زوم كبير جدا ده الحاجات دي، بس اهو شايفين هو بيخش يقعد يحفر. بص دي ولدة تانية اهي. هو طبعا بيتكاثر ذاتي بكميات رهيبة. طبعا في منه في كل الحوض، يعني في هنا حتة تحت اللي هو دي واحد صغير اهو، هتلاقوه منتشر طبعا في اجواء الحوض كله. سلموا على حبيبتي.
بس يعني هو ممتاز لأبعد الحدود، بيمسح الإزاز، بيقعد يلمع شوية في الطحالب. هو مش أكل ممتاز من على الإزاز بصراحة، بس يعني بيقوم بدور برضك مهم. تعالى كلي. فهو بيقوم بدور مهم من على الإزاز، بس هو مهمته الأساسية إن هو بينضف لك التربة حرفيا. يعني حرفيا بيقعد يفرك في الأرض لحد ما يظبط لك الكلام كله، وده كله هيبقى مفيد. تهوية التربة دي مفيدة جدا عشان خاطر فكرة تقليب التربة، عشان خاطر الزراعة اللي انت عاملها دي. حبايبي طبعا مستخبيين. بس يعني ده باختصار كل الحاجات اللي كنت عايز اقولها لكم. وفي النهاية مسك الختام، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب على القناة عشان يوصلكم كل جديد، واعمل لايك على الفيديو ده وكومنت برأيك الجميل، ولو في اي تعليق برضك سيبولي مفيش مشكلة، عشان نحسن احسن واحسن. بس وان شاء الله خير. وشير بقى البوست دوت الفيديو ده لاصحابك وحبايبك عشان يوصل لهم كل جديد. سلام. معلش حاجة أخيرة عشان وأنا جيت بقى في الفيديو شلت الخياراية، لقيت زي ما انتم شايفين، اللهم صل على النبي، دول كلهم في المنطقة دي بس. يعني دول في المنطقة دي بس، ما بالكوا بقية الحوض. أظن انتوا شايفين دي الأم طبعا، أو دي اللي مش الأم يعني، دي تعملي يا بت، سيبيهم سيبيهم. بس دي بقى بت. ف دي طبعا اللي تحت اللي جنب الزرعة دي كده، دي طبعا من أوائل الحاجات اللي جبتها، نص ونص كده، شكلها لونها حتى جميل. والباقي كل ده اللي انتوا شايفينه ده، كل ده ولده في ظرف أسبوعين تقريبا بس. فيعني هو ممتاز. هتبدأ تطلع منه لو عايز تعمل إنتاج منه، لو عايز توزع منه على حواضك اللي موجودة عندك المزروعة. ملهوش أي خطر أو أي حاجة في أي حتة، حرفيا ما بيعملش أي حاجة، مسالم لأبعد الحدود. وبيفضل قاعد في التربة زي ما انتوا شايفين كده. بص 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 الأرض عمالة تعمل ازاي. طبعا مفيش خيار، شلتله الخيارة فيطلع يجري بس. فيعني حاجة جميلة ولذيذة، وربنا يبارك لكم ويبارك لي ويبارك للناس كلها. حاجة أخيرة يا شباب، لو قررت إن أنت تعمل حوض مزروع في أي وقت، حتى لو حوض صغير حوض كبير، لازم يكون عندك أكلين طحالب في المقام الأول. زي الألجيت اللي انتوا شايفينها، زي شوية جمبري، ده أكل طحالب درجة أولى. ده غذاء أصلا. هيل ستريم لوتش غالية شوية، اللي هي سمكة الفراشة. زبرة سنيل، دول بس حرفيا اللي هينفعوك في وقت الأزمات. لو في أي طحالب ظهرت على الإزاز أو على الزرع أو أي حاجة، دول اللي هيقدروا يساعدوك في أسرع وقت ممكن. وفي عندك كمان السياميز ألجيتر محترمة. فمتنسيش اللايك والشير والكومنت. سلام.